ازيكم يا امورات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى رمضان على الابواب. عايزين ندخل شهر رمضان المبارك ايه بانه لوك جديد او شكل جديد او لون شعر جديد، إيه مختلف عن لون شعرك الطبيعي. يعني على سبيل المثال لو شعرك اسود اعمليه اصفر، لو شعرك اصفر اعمليه احمر، وهكذا. قبل طبعا بقى ما هنتشغل بالبيض والزبادي والزلابية والقطايف والفول والسحور والكلام ده كله، لا هنعمل نيو لوك زي ما قلتلك علشان ندخل شهر رمضان بشكل مقبول، شكلك يكون حلو، راضية عن نفسك، تقفي قدام المراية كده تكوني أمراية. صدقيني الكلام ده يفرق معاكي جدا جدا، وهتبتكري كمان وتفنني في المطبخ وهتسعدي أسرتك كلها. بس الأول اسعدي نفسك علشان خاطر طبعا فاقد الشيء لا يعطيه. زي ما انتوا شايفين كده قدامنا صبغة بلت. يلا نفتحها كده ونتعرف على العبوات اللي جواها. ده محلول التلوين يا جماعة، ده لون الصبغة اللي انت طبعا بتختاريه. هو اللون اللي انا جايباه ده اللي هو الاحمر الغامق، بيبقى شكله حلو جدا. شفتوا شعر نبيلة عبيد او رجاء الجداوي مع حفظ الالقاب؟ نفس لون شعرهم بيبقى رهيب بصراحة، بيبقى حلو جدا. وده كمان محلول التحضير زي ما انتوا شايفين كده. نشوف كمان العلبة فيها ايه تاني. ده يا جماعة مثبت لون، وكمان في نفس الوقت بيطري شعرك، بيثبت اللون ويطري الشعر. هي العلبة بتيجي معاها 4 حاجات، التلاتة اللي قدامكم دول، وكمان هنا معانا جوانتي تلبسيه قبل ما نبدأ نحضر الصبغة مع بعض كده. ودي طبعا النشرة، اي سؤال هيخطر على بالك هتلاقيه موجود جوه النشرة دي. انا هقول لكم طبعا الاختصار المفيدة بدل ما تقري ده كله، وهنعملها بمنتهى السلاسة والبساطة، مفيهاش اي حاجة خالص. لو هتنزلي بقى الكوافير وتعمليها تحت والكلام ده كله هتدفعي مبلغ وقدره. طب احنا ليه لا، احنا نوفر بصراحة ونعملها في البيت وهتبقى نظيفة ونفس النتيجة. بس عايزة اقولك لو لون شعرك اسود يبقى لازم تعملي بودرة تفتيح الاول قبل ما تبدأي تحطي الصبغة دي على شعرك. لازم نفتح لون شعرنا قبل ما نستخدم اي صبغة ملونة يا جماعة. هنا بقى فتحنا الجوانتي، هلبس فردة من الجوانتي. بصراحة هو بيخنقنا، ما بحبش الجوانتيات خالص. بس انتوا عارفين بقى هتلون ايدينا وكده. ده اخر حاجة، وده اللون زي ما قلتلك. هنا بقى ده محلول التحضير، هنبدأ نفرغ العبوة دي كلها. وطبعا قبل ما تفرغي العبوة لازم يكون عندك حاجة ازاز او بلاستيك، ما ينفعش حاجة معدن خالص نحط فيها الصبغة. زي ما انتوا شايفين كده معايا بولة ازاز وكمان معلقة بلاستيك هقلب بيها. نفضي محتويات العبوة كلها كده بالشكل ده. لو شعرك قصير تقدري تستخدمي نص الكمية بس، لكن لو شعرك طويل شوية لحد كتفك كده لا تستخدمي العبوة كلها. لا اطول من كده بكتير يبقى هنجيب بقى علبتين علشان طبعا يلون معاكي الشعر. فضيها اعصريها كويس جدا، ما تسيبيش ولا نقطة فيها. وده كمان محلول التلوين زي ما قلتلك. هنفضيه كله برضو. بصي اقلبي الغطا وافتحيه بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. خطواتها سهلة وبسيطة ونتيجتها جميلة جدا، هتطلع مرضية جدا بالنسبة لك. وابدأي فضيها في البولة زي ما قلتلك الاتنين على بعض. ايوه كده هننزل كل المحلول اللي موجود معانا في الانبوبة دي. ايوه الحتة الناشفة اللي من قدام دي على فكرة بيبقى فيها شوية حلوين. عايزة اقولك الصبغة دي من فترة عملتها في الكوافير، بصراحة خد مني مبلغ وقدره، ليه انا مش فاهمة، رغم ان هي سهلة وبسيطة وطريقتها سهلة ومش هتاخد مننا وقت خالص. بس خلاص كده، هي خلاص انا يعني صفيتها خالص. مفيهاش ولا نقطة. هنبدأ بقى نقلب. عايزة اقول لكم البس الجوانتي التاني لان بصراحة هو بيخنقني زي ما قلت لك، بس ايدي دي كانت متعورة من السكينة. فمجروحة كده شوية فحرقتني بصراحة وانا بحضر الحاجات دي، فحرقتني فاضطريت البس الجوانتي التاني.
بس بالشكل ده ابدأي قلبيها كويس جدا، وخليه 5 دقايق كده ولا حاجة. انا طبعا مش هاكله، انا بس بشم ريحته. زي ما انتوا شايفين كده، خليها 5 دقايق ونبدأ بقى نفردها على شعرنا. هتقعد في شعرك نص ساعة، من نص ساعة لحد 40 دقيقة يا جماعة. اكتر من كده لا، ما تسيبيهاش اكتر من كده، عشان بس ما تضرش شعرك، وممكن كمان توقع، يعني توقع شوية من شعرك كده، فاحنا مش عاوزين طبعا الكلام ده كله. زي ما قلت لك من نص ساعة ل40 دقيقة بالظبط. بعد كده هتشطفيه بمية عادية جدا، وده زي ما قلت لك برضو ده مثبت اللون. بعد ما تشطفي شعرك بعد مرور الوقت اللي مسموح بيه، هتحطي مثبت اللون ده، هيقعد دقيقتين اتنين، مفيش اكتر من كده، وهتشطفيه بس خلاص. وبكده هيبقى شعرك لونه حلو جدا. هو ده اهو، يقعد دقيقتين اتنين بس على شعرك، بعد ما طبعا ما هنحط الصبغة على شعرنا ونغسلها. انا بقى دلوقتي مع نفسي هحطه على شعري، لان طبعا مش هقدر اصوره، بس هي كده الفكرة وضحت يعني. اعمليها سهلة وبسيطة وخطواتها بسيطة ومفيش داعي بقى تقري النشرة ولا الكلام ده كله، هو انا جبتلك الاختصارة وهيطلع معاكي اجمل لون ان شاء الله. بس لو سنك اقل من 16 سنة ما تستخدميهاش. هنا بقى ندخل المطبخ يا جماعة، نحضر طبق رنجة، لان برضو في رمضان مش هناكل بقى ولا رنجة ولا فسيخ. كتير مننا قبل شهر رمضان بيحب ياكل رنجة وفسيخ بصراحة، الطقوس بتاعتنا يعني. دي قدامكم رنجة هاخدها على النار، علشان اشويها كده على النار. انا بحبها يعني، بحب اعملها على النار من فوق. في ناس طبعا بتعملها بقى سلطة رنجة والكلام ده، لا لا. وعلى فكرة برضو بتتعمل بالمايونيز، بيبقى حلوة جدا. بس انا دلوقتي مستعجلة هعملها لهم كده اي حاجة بصراحة سريعة. مش هتاخد معنا وقت خالص، خصوصا بقى ان احنا النهاردة بنعمل النيو لوك بقى ومش فاضيين خالص يعني. اي حاجة في وشك عايزة تتظبط ظبطيها، في شعرك ظبطيه، علشان زي ما قلت لك تدخلي رمضان وانتي امرايه كده عسولة. ده شكلها يا جماعة طبعا بعد ما شويتها كده فوق البوتاجاز، ده شكلها بصي مسلوخة خالص. هبدأ طبعا بقى اشيل منها الجلد الزيادة وانضفها. وكمان اللي بيحب سبايسي نعمل طبق سبايسي كده، وطبق نعمله بقى مش سبايسي يعني، للي بيحب ده او اللي بيحب ده. نشوفها ان شاء الله بعد ما انضفها كده في شكلها النهائي. ده شكلها يا جماعه، ده السبايسي، بص لونه احمر شويه، انا زودت له بقى الشطه وكده. وده الابيض ده ما فيهوش سبايسي خالص. غدوه سريعه، زي ما قلت لك احنا بقى مش فاضيين النهارده، مش كله بقى مطبخ، لا نشوف يومنا النهارده يومنا احنا، مش لازم كله بقى مطبخ وكده، اي اكل كده وخلاص. ده شكله يا جماعه. وكمان نعمل طبق حلو على السريع برضو، علشان ما نبقاش حارمينهم من اي حاجه، عشان ما يقولولناش النهارده انتوا مش عاملين اكل. لا لا لا. انا الحقيقه يعني دخلت التلاجة، مش دخلت التلاجة يعني. لقيت فيها موز، قطعته بالشكل ده، حطيت له كمان صوص شوكولاته، وحطيت له عسل ابيض، بقى معانا حلو قوي. تحليه برضو سريعه، حطيها في التلاجة هتبقى ساقعه بعد طبق الرنجة المتين ده، هترطب عليكي كده وتحسي ان هي حلوه جدا. بس كده، وده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.